أولا احنا رجعنا للكوزينة من بعد هاد الغيبة الطويلة. جبتكم فيديو جديد، نتمنى يعجبكم. نبداو بالمقادير. عندنا 4 بيضات، كاسة السكر، كاسة الزيت، 2 دانيت، 2 معالق كاكاو المور، 3 كيسان د الطحين، 2 الخميرات د الحلوى، وواحد سكر فاني وكركاع. غناخد واحد البول نعدل فيه البيض وخرجته ب2 ساعات قبل الثلاجة. من بعد نزيد سكر فاني وكاسة السكر. غادي نخلطوا هاد المكونات تيتضاعف الحجم ديالو، كل ما خدمتهم كل ما مزيان. ملي كنشوفوا الخليط مهوي بحال هكذا كنضيفوا الزيت ودانيت. من بعد نخلط هاد المكونات كاملين، غادي نستنى تنشوف الخليط تجانس كامل مع بعض. من بعد كنضيف له شكل. بالنسبه للدقيق من الاحسن يكون دقيق ديال الحلويات. انا اخلي واحد شويه طحين باش نخلطها مع الكركاع. من بعد نضيف خميرة الحلويات، نزيد الكاكاو 2 معالق كبار، انا تصح لي الفيديو اللي كنضيف فيه الكركاع. مهم ديك الدقيق اللي خليته قبل كنزيدو على الكركاع مقطع طرفه صغارين، وكنخلط الخليط وكنكبو في المول اللي عندكم. هادو د السيراميك ما كتحتاجش لا دهنو لا حتى حاجه، كيكونوا كيلصقوا. كندخلو للفران على درجه الحراره 150 160، كنشعلو له من التحت، كونوا مسخنين الفران من قبل. انا عندي الفران بالفرفاره، خليت شعليه من التحت. بالنسبه للناس اللي عندهم فران بلا فرفاره كيشعلوا له من الفوق 5 دقائق قبل ما يخرجوا الكيكه باش تحمر من الفوق. انا من بعد ما داز 40 دقيقه تقريبا الكيكه هو طاب. دابا غندوزو نحضروا صوص الشوكولاط اللي نعدلوها من الفوقي. انا عندي 4 كاس الزيت، 2 كيسان ديال الحليب، معلقه د النشا تكون كبيره، معلقه السكر ومعلقه الكاكاو، كاملين نعمروهم مزيان، 100 غرام د الشوكولاط. نجيب واحد كاسرونه كنخلطوا فيها النواشف كاملين، كاكاو والسكر والنشا. من بعد كنزيدو عليهم الحليب، كنحركوهم هما باردين. من بعد كنحطوهم فوق البوطه مع التحريك، ما نوقفوش يدنا التحريك صافي حتى كيسخن الخليط مزيان، تحس بيه بدا كيعقد. عاد كتضيف الشوكولاط والزيت.
Amazing.